السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رجب سماه النبي والصحابة الشهر الأصب، لأن الله يصب فيه من الرزق والخير صبا، فكانوا يجدون أرزاقهم تزايد في رجب، ومرضاهم تشفى في رجب، فكانوا يكثرون فيه من الدعاء، لأن الله يصب فيه من بركاته وقبوله للدعوات. الشهر الأصم، لأن الصحابة كانوا يصومون ألسنتهم وأسماعهم وأيديهم عن المعاصي. شهر البركة، فكان النبي دائما يدعو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وكانوا يلتمسون بركة الله اللهم في أرزاقهم في هذا الشهر، وجعله الله من الأشهر الحرام الذي حرم فيه القتال. كل هذا استعداد لرمضان. اللهم صب علينا خيرك ورحمتك صبا صبا، وبارك لنا يا ربنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان سالمين غانمين. اللهم آمين يا رب العالمين. لا تنسى الاشتراك واللايك والشير. بارك الله فيكم.